تخيل معايا يا صديقي فريق بحجم منتخب مصر واخد افريقيا 7 مرات، المباراة كلها مستني فريق السنغال يغلط علشان نعرف نسجل. احنا كنا كده من امتى؟ هدف واحد من ماني خلى كل طموحاتنا تضيع امام عينينا. المباراة دي فيها كل حاجة لازم نحللها، اخطاء حسام حسن في التشكيلة والتكتيك، واخطاء اللاعبين، والقرارات اللي خلت فريقنا محاط زيادة عن اللزوم، وما قدرناش نعمل اي فرص حقيقية على المرمى. هنشوف مين اللي نجح ومين اللي اتقيد، وايه اللي ضيع فرص التسجيل، وايه الدروس اللي لازم نتعلمها عشان ما نفضلش نضيع البطولات، وخصوصا اننا داخلين بعد كده على كاس عالم. النهارده هنتكلم بصراحه وامثله واقعيه مش كلام فاضي. اول ما تنساش تصلي على نبينا محمد، تعمل اشتراك في القناه لو انت لسه جديد معانا، ويلا بينا يا صديقي. في البدايه كده الموضوع مش بس نتيجه، ده فيها اخطاء تكتيكيه كارثيه من حسام حسن كالعاده، اخطاء من بعض اللعيبه، كمان اسلوب لعب مصر كان محتاج تعديل كبير، وخصوصا انك طالع في الشوط الاول 0-0 فالمفروض تعدل في الشوط الثاني. احاول اشرح لك كل حاجه بالتفصيل ونشوف اللي حصل بالظبط وايه اللي كان ممكن يختلف لو القرارات معينه اتغيرت. اول حاجه خطه حسام حسن كانت 5-3-2، يعني خطه دفاعيه بحته. فريقنا لعب مركز على عمق، والمفروض اننا نركز على الكرات الطوليه والمرتدات، والاجنحه تقريبا كانتش موجوده، كل التركيز كان على وسط الملعب، وزي ما قلنا الكره في العمق. والنتيجه الفريق لعب دفاعي زياده عن اللزوم، وكاننا مستنين السنغال تغلط بدل ما نفرض اسلوبنا. مثال واضح على ان اول محاوله هجوميه حقيقيه للمنتخب جت في الدقيقه 95 من مرموش. تخيل المباراه كلها واحنا مستنيين فرصه، زي ما بيقول لك المثل اللي مستني ريح ما بيطيرش. يعني ما ينفعش فريق زي مصر يعتمد على الانتظار طول المباراه، خصوصا قدام فريق منظم زي السنغال. وبعدين انت نازل المباراه دي المفروض تهاجم، انت جاي تاخد حقك من فريق هزمك مرتين، مره في افريقيا وحرمك من البطوله، وصعد كاس العالم في التصفيات على حسابك. المفروض نازل تحط على السنغال مش العكس. يا حسام يا حسن، تعال نتكلم عن مقارنه بسيطه بين اتنين، ماني ومحمد صلاح. اولا ماني كان احسن واحد في الملعب، تحركاته، تمريراته، والهدف اللي سجله، كله ده دليل على انه كان محور المباراه. بالمقابل لاعبنا الانجليزي واللي ليه حارس شخصي والليفربولي صلاح لمس الكره 30 مره بس طول المباراه، رقم قليل جدا بالنسبه لواحد محترف زي صلاح. ده مش معناه انه لعبه وحش جدا، ده معناه برضو ان التكتيك كان سيء، بس برضو لعبه كان وحش. تعالى نتكلم برضو على لاعب زي مصطفى محمد اللي اتظلم في البطوله دي. يا جماعه هنا لازم نقول كلمه، اللاعب ده سريع وبيعرف يخلص وبيتعامل كويس، وده اللي شفناه اول ما نزل، وفي الكرات العاليه بيتعامل. لو كان موجود من الاول كان ممكن يغير شكل الهجوم بالكامل، بس حسام حسن اختار ان هو ما يدخلوش من البدايه كالعاده، ويحطم لاعب بحجم مصطفى محمد. مش شايف سبب مقنع يخلي لاعب زي ده دكه وتنزله اخر 5 دقائق كل ماتش، وده من اكبر الاخطاء التكتيكيه في المباراه. زي ما بيقولوا اللي ما بيغامرش ما بيكسبش. الكرات الطويله اللي اعتمد عليها الفريق كانت مشكله كبيره. دفاع السنغال متفوق بدنيا، وما كانش صعب عليهم يوقفوا الكوره، ولا كاننا استخدمنا قدرات صلاح على الاطراف ساب ليه الحريه. كان ممكن يخلق مساحات لمرموش وتريزيجيه او امام عاشور. بالنسبه للتبديلات، تريزيجيه دخل متاخر ومعاه دور دفاع اكتر من اللزوم، انه اصلا مش لاعب، مش نازل يلعب هجوم، ومفيش تاثير واضح. والتبديلات الهجوميه الاساسيه جت بعد هدف السنغال، كمان بعد الهدف بكتير كمان، لما الفريق السنغالي تراجع للدفاع. يعني ببساطه التبديلات ما اثرتش بالسرعه المطلوبه، وده خلى الفريق يفضل عاجز عن اختراق دفاعه. زي ما بيقول اللي بيجي متاخر صعب يبقى ليه تأثير. لكن الأرقام كمان بتقول كتير. نسبة الاستحواذ كانت 63 للسنغال، بعكس برضه الشوط الأول كانت مصر لها استحواذ 30 بس، لكن في الشوط الثاني الحمد لله اتطورنا وبقت 37. السنغال سدد 12 مرة، منهم 4 على المرمى، واحنا ما سددناش غير 3 كور، ومش على المرمى أصلا، ده هي واحدة بس منهم اللي على المرمى، و6 ركنيات للسنغال مقابل واحدة بس لمصر. كله ده بيأكد إن السنغال كان مسيطر على كل حاجة تقريبا، يعني اللي ما بيضربش ما بيكسبش. أما الأخطاء الفنيه فهي مش بس في التشكيله او التبديلات، في اخطاء واضحه من بعض اللعيبه. الدفاع احيانا كان بيغطي على بعضه بدل ما يغطي على المساحات الخطيره، والوسط رغم انه كان فيه كثافه بس ما كانش فيه تدفق حقيقي للكرات واللي كان ممكن يساعد في الهجوم. اللعب كله كان على رده الفعل مش المبادره. وبعد ده كله لو بصينا على الدروس المستفاده بنلاقي ان مصر محتاجه المرونه التكتيكيه، مش خطه واحده لكل المباريات. المفروض انت بتنوع في التشكيله وبتنوع في التكتيك واستغلال مهارات النجوم. انت عندك صلاح وعندك مرموش، والمفروض مصطفى محمد كمان لازم يكون لهم ادوار واضحه. انت مش جاي تلعب في وسط الملعب بس، انت مش نازل تلعب دفاع فقط. التبديلات كانت لازم تيجي بدري عشان تؤثر. الدفاع مش كفايه، لازم الفريق يهاجم ويخلص الفرص. زي ما بيقول اللاعب الذكي
اهم من اللاعب المتحفظ، واللي ما بيغامرش برضه ما بيكسبش. خلينا واقعيين، علشان تاخد بطولة لازم يكون عندك حارس عنده شخصية وتركيز، ويخش ويلعب كرات عرضية ويقودها، ويكلم المدافعين ويكلم لاعيبة وسط الملعب ويرشد اللعيبة ويضغط عليهم. لازم يكون قائد بمعنى الكلمة، وده للأسف مش موجود في منتخب مصر. وانا الصراحة ما كنتش مبسوط من محمد صلاح وهو بيتكلم على نقطة اننا منتخب محلي وهم محترفين وكذا وكذا. هو كلامه كله صحيح، ولكن مفيش مانع نضغط على اللعيبة علشان يحسوا بقيمة المباراة، مش نروح نهديهم فنتغلب. وفي النهاية مصر قدمت مباراة منضبطة دفاعيا، لكن افتقدت الهجوم الفعال والمبادرة، واخطاء حسام حسن في التكتيك والتبديلات وغلق المجال قدام اللعيبة الأساسية كان سبب رئيسي للخروج من نصف النهائي. وبعدين يا جماعة احنا في حاجة لازم نقولها بصراحة، احنا عندنا 120 مليون مصري. تخيل كده اسباب تخلي منتخبنا يكون محدود في اللاعيبه. لازم نجيب كل اللاعيبه المصريين اللي بره ونبدا نشاركهم مع المنتخب. يعني ايه، نفكر بشكل اكبر، نستفيد من كل المواهب، نخلي الفريق اقوى. مش بس كده، لازما الاتحاد المصري نفسه يتغير، ما ينفعش نفس التفكير القديم والعقيم هو اللي يتحكم في كل حاجه. ونستغرب ليه بنتخبط قدام فرق زي السنغال. لو فضلنا بنفس المنطق القديم هيفضل الفوز بعيد عنا وهنضيع كل الفرص. احنا محتاجين إدارة شجاعة، خطط هجومية واضحة، وتطوير حقيقي. لازم كل واحد فينا يعرف إن الكرة المصرية تستاهل نرفع راسها. لازم نبدأ من دلوقتي مش من بكرة. يعني باختصار، لو اتحركنا صح وشاركنا كل المواهب المصرية اللي بره وبدأنا نفكر صح، منتخب مصر هيرجع يحقق الانتصارات ويكسب البطولات اللي احنا المفروض بنستحقها. زي ما بيقول، اللي بيعرف يستغل كل أدواته هو اللي بيكسب. وعموما أي انتقاد بنقوله ده مش تقليل من الفريق ولا من حجم منتخب مصر. منتخب مصر كبير رغم اي حاجه، لكن علشان نتعلم ونشوف ازاي نرجع اقوى من المرات الجايه. ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.